اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من The Story of You. زي ما احنا تعودنا معاكم دايما بيكون معانا قصص نجاح مختلفه. قصص نجاحنا النهارده هي متعلقه بقطاع السفر والسياحه. يمكن احنا عارفين ان السفر في حد ذاته هو تجربه بقى متعلقه بحاجات كتير جدا، متعلقه بالبادجت او الميزانيه اللي انت عايز تسافر بيها، متعلقه بالبلان او الخطه بتاعتك اللي انت عايز تسافر على اساسها. وفي شركات فعلا كتير جدا موجوده بتقدم الخدمه دي. قصتنا النهارده عن انتيتي مختلفة. هنتكلم عن ايجيليار وهنعرف ايه الكونسبت الجديد اللي قدمته في السفر من محمد قعود، فاوندر اند سي او لايجيليار. محمد نورنا. اهلا وسهلا بيكي، فرصه سعيده جدا. انا اسعد. لا احكي لنا بقى عن ايجيليار، احنا بنتكلم مع بعض، الموضوع اتس فيري اكسايتنج ومختلف وتجربة جديدة. هو انا بحب ارحب بتواجدي معاكم النهارده، واتس بلاجر، وان انا اشير ماي ستوري ده ذاتس ان اونر، حاجه اتشرف بيها على طول معاكم. احنا ابتدينا around 13 years ago. يعني انا كنت الاول ابتديت دراسه هنا، وبعد كده بعد ما خلصت ايكونومكس كان عندي passion towards the hospitality industry، فقررت ان انا انضم الجامعه. اخترت جامعه في سويسرا اسمها ايكول هوتيل دو لوزان، درست فيها hospitality management mainly برضه as well on the luxury level. بعد كده جالي الاوبورتيونيتي ان انا اشتغل في لندن، فاشتغلت في luxury hotels serving بقى a very different pool of clients. وبعد كده حسيت بعد few years ان انا خلاص عندي a good knowledge ان انا ارجع بقى back to Egypt، وكان عندي دايما enthusiasm ان انا نفسي اعمل حاجه on my own، ولو قدرت اعمل a small difference او small impact في القطاع السياحه في مصر. ومن هنا جيت وكنت شايف a very big gap، وستيل برضه بشوف ان الجاب دي still exists، ان ازاي ممكن حد يعمل a company that serves only او بيبتدي يخدم بس اللي بنسميهم الالترا هاي نت ورث individuals، اللي هم الشخصيات ذوي الثروات، او الهاي نت ورث individuals، او اللي هم بنسميهم هنريز، اللي هم السي اوز اوف بيج كومبانيز اللي على هاي انكم سكيم. ان دول طلباتهم بتبقى مختلفه، واحنا ما بنوفر لهمش خدمه السياحه فقط. احنا جينا هنا بكونسبت لا اتس فول فليدج، احنا بنقدم ترافل وبنقدم لايف ستايل مانجمنت وبنقدم كونسيرج. لا اشرح لنا يعني. انت قلت كده حاجات عديتها كده عادي، احنا عارفين انه اي ترافل ايجنسي بتقدم السفر، ممكن تبقى في اكتيفيتيز، في انشطه، في بلان، في خطه سفر، في كل الكلام ده موجود. مظبوط. What's different about ايجيليار؟ الديفرنت اباوت ايجيليار ان احنا دلوقتي اول ما ابتدينا اخترنا اوريدي النيش سيجمنت اللي احنا حابين نعمل له سيرفيس، اللي هو السيجمنت اللي انا لسه قايل لحضرتك ده. السيجمنت ده بطبيعته اتس كومبليكيتد، يعني اتس كومبليكيتد كلاينت، وطلباته كتيره بحكم قصه نجاحه ان وات ايفر اندستري هو فيه. وبالتالي احنا كنا لازم نيجي نوفر له جزء من الراحه ونفيل جاب ان هيز لايف ان هو شايفها مش موجوده مع حد تاني. فابتدينا ان احنا نبيلد ا فيري سترونج نتورك اون ا جلوبال ليفل جوه مصر وريجنالي وانترناشونال، بحيث ان احنا نقدر نوفي له. ابتدينا نعمل ا فيري سترونج كاستمر اناليسيس. ابتدينا في الاول عشان كانت التولز ليميتد، كنا بنعمل الحاجات دي كلها مانوالي اون ديفرنت بروجرام سوفت ويرز ابس اكسل شيتس. بعد كده باي ذا تايم وي جرو ابتدينا بقى نعمل فيري سترونج امبلمنتيشن لابروبر سي ار ام ونلينك تو اور اوبريشنال عشان نقدر نسيرف الكلاينت ان ذا بيست واي وتو كوميونيكيت وذ هيم باسهل طريقه هو متعود يكوميونيكيت بيها مع اي حد. يعني احنا وي دونت اوبلايج الكلاينت هيتكلم معانا ازاي او ويتش مين هيوصل لنا. عاوز يبعت فويس نوت، عاوز يبعت تكست، عاوز يبعت مكالمه تليفون، ايميل، مسج، بي اي، وات ايفر هو الاسهل له، احنا وي كوميونيكيت. وابتدينا بقى نبص على هو محتاجه ايه. يعني الترافل a lot of travel agency موجوده، mainly كانوا بياخدوا الطابع اللي هو الكوربريت ترافل او ليجر ترافل. فالترافل كنا لازم نبقى ahead of the game مع كل الشركات اللي موجوده. فابتدينا فعلا ان احنا نبيلد a very strong network في كل قطاع السياحه، سواء commercial airlines، بنتكلم على hotel chains معينه، بنتكلم على meet and greet in different airports، بنتكلم على transfers transportation nice vehicles nice drivers everyone is well groomed، الحاجات اللي زي كده. وبعدين نخش على الجزء الثاني. طبعا هو الراجل ده سافر، الراجل ده محتاج حجوزات مطاعم، محتاج بيتش كلابس، محتاج التشيلدرن محتاجين يروحوا الباركس، فمحتاجين تيكتس، محتاجين نانيز تبقى معاهم، محتاجين سكيورتي لو هم سيلبرتيز او باباراتزي ومحتاجين تو بي بروتكتد. فابتدينا نوفر لهم السيرفيس اللي هم بياخدوها.
ابتدينا برضو ثياترز، تيكتس، اوبرا، حسب اللايف ستايل بتاعه ابتدينا نتاقلم مع الكلاينت ونوفر له النيدز بتاعته دي كلها. من هنا برضو ابتدينا نضيف لا ده عنده باشن تورز السبورتس، طب خلاص عندنا فول فليدج سواء فوتبول تيكتس بوكسز او في اي بي تيكتس نقدر نجيبها له، ويمبلدون لو في التنس او اي تورنمنت هو بيتكلم عليها. لو اليوم في الهورس باك رايدنج رويال اسكوت ان لندن، يعني ابتدينا نبقى موجودين ان everything. لو هم ابتدى بقى نشوف برضو another level of clients celebrities ابتدوا ينضموا لنا، طب احنا محتاجين نبقى في الفاشن ويكس، فابتدينا نكفر كومبليتلي الفاشن ويك اكسبيرينس in a very nice way. وده اللي ابتدى يدينا a lot of differentiations مع among our competitors في مصر. منها برضو ابتدينا بقى نخش في اللايف ستايل مانجمنت بعد كده، ان احنا لا ده انا محتاجه بيرسونال ستايلست، محتاج شوبر بيرسونال شوبر فور في اورز، محتاجه برايفت جيت، محتاجه ياختنج اكسبيرينس في ساوث اوف ايطالي، ساوث اوف فرانس، لا في اليونان، لا في بودروم. فمن هنا ابتدينا بقى خلاص يعني نتاقلم مع الكلاينت وناخد النيدز وفي نفس الوقت ان احنا we have to introduce new products و new services every year to this client. طبعا. لان هو خلاص عنده حب ان هو الحاجات اللي بيعملها عاوز يكررها وعاوز يكسبلور حاجه اكتر. يعني النيدز بتاعته بيجرو in a very high pace، واحنا we have to cope in the same way لو ما كانش اسرع، عشان نفضل دايما step up ahead of الكلاينت بحيث نقدر نفلفل their needs لما يجيش يطلب مننا يقول سوري we cannot do it. دي اخر حاجه احنا عاوزين نقولها لاي كلاينت عندنا. الحاجه الثانيه برضو ان هي it's a very last minute، يعني مع this level of client فاحنا بنضطر نحط a very strong operational system لان هم كلهم very last minute. مفيش حد بيبلان رحله قبلها ب6 شهور ايفن ولا ب3 شهور. لا طبعا احنا متفقين من البدايه انه كاتيجوري مختلف. بالظبط كده. فده برضو ان احنا نبيلد بقى يعني resilience in a system of operation in the way of communicating the client and fulfilling their needs 24 hours. that was a big challenge. والحمد لله قدرنا برضو ن overcome it. in between بقى ما بين بدايتنا لحد النهارده في بقى other challenge كانت out of our hand. يعني احنا ابتدينا نوفمبر 2010، ابتدينا بالريفولوشن بعديها 2 months. من 2010 لحد النهارده بتتكلم فعلا في 13 years. over 13 years في حاجات كتير جدا اتغيرت، كتير جدا. يعني في حاجات في challenges طبيعيه بتقابلها، وفي challenges مش بتاعتك وما كنتش متوقعها. فعايزه اعرف منك من وقت ما ابتديت في 2010 تحديدا لحد النهارده ايه التشالنجز اللي قابلتك، especially برضو you're handling high maintenance clients. يعني مش سهل ان انت تعملها، محتاجه نتوركينج قوي جدا، محتاج يبقى عندك شبكات تواصل مع ناس كتير جدا بره مصر. مظبوط. فالموضوع مش سهل خالص. لا هو الموضوع مش سهل يعني، و they know that is very hectic job لاي حد بيعمله. يعني الكلاينتس اوريدي اوير لانه عارف، هو نفسه كان في الميدل اوف ذيس اكسبيرينس قبل ما نبقى احنا موجودين، كان بيعمل بارتشلي منها he has to do it his own اللي ما عندوش حد يعملها. فلما جينا احنا هقسم انا التشالنجز لتو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولانيه اللي سواء اوبريشنالي او فاينانشالي ده لاي انتربرينور. يعني اي انتربرينور بيبتدي هيقابله اوبريشنال تشالنجز طول ما هو بيبدا وبيحاول يكبر، وهيقابله ديفينتلي فاينانشالز، كاش فلو شورتج، هيقابله لوسز، سبيشال ثينجز في الاول، ليميتد اكسس تو ليكويديتي، ليميتد اكسس تو لونز. يعني كان عندنا a lot of challenges في الاول خالص لما كنا في الليفل ده از ان انتربرينور. وكان عندنا بقى another things اللي هي بنسميها الماكرو challenges اللي هي things beyond your hand. يعني we didn't expect ان في revolution coming في 2011 وابتدينا نتواكب معاها. we didn't expect ان عندنا change in the regime 2013 ابتدينا نتكلم معاها. we didn't expect ان هيبقى في an airplane crash في 2015 في شرم الشيخ that will have a very strong impact على industry. we didn't expect devaluation that was coming. كورونا at the end. بس الحمد لله يعني we managed ان احنا نطلع from every challenge من دي stronger than before. ونوجد ideas to even entertain الكلاينت في الفترات اللي ما كانش فيها سفر. لان انت قلت لي في جزء متعلق باللايف ستايل مانجمنت. لايف ستايل مانجمنت بقى نعمل لهم at the point of lockdown ابتدينا نركز جامد قوي على سياحه اليخوت. ركزنا على البرايفت جيتس اول ما الايربورتس فتحت. ابتدينا نعمل a lot of entertainment at the houses. نجيب بقى في الفيلا او في الاوتيل او في whatever الايس انترتينمنت. نبتدي نعمل different activities for the kids. يعني ابتدينا نengage مع الكلاينت. we don't want to leave the client alone. فكنا لازم نبتدي نتحرك مع الكلاينتس in a way or another
وفي نفس الوقت برضه عشان نفضل our finances تفضل ongoing in a good way طبعا. ونقدر نكفر our overheads الحمد لله. يعني احنا we didn't make anyone redundant we didn't decrease salaries at ever. يعني حتى رغم كل الحوادث دي عمرنا ما قللنا مرتبات، عمرنا ما مشينا حد. الحمد لله we are growing from day one until now. وربنا ان شاء الله يعني نفضل مكملين in this direction. يا رب طبعا اكيد. بس محمد قولي يعني من اول ما اشتغلت قولي اشتغل معاك كام موظف، كام حد كان معاك، النهارده بقوا قد ايه؟ ويعني انا حطني كده معاك في الصوره اول ما ابتديت خالص في 2010. يعني اول ما ابتديت انا كنت انا وشخص واحد، مم. وبعد كده ابتديت ازود interns يبقوا معايا في الفتره دي، لان ما كنتش قادر اجيب سالاريز اللي تكفي ان انا اعمل فول سيت اب. وكان في another بقى level of investment لللايسنسز، للرخصه، للسوفت ويرز اللي هنستخدمها. ف it was ongoing things that it must be met at the same time. فدي اللي كان في الاول. ابتدينا بقى slowly التيم بقى بيكبر gradually. طبعا. يعني كل ما يبقى عندنا resources we always like to invest in people. انه hire new people and empower the existing one. يعني we hire and we empower. This is يعني our strategy always جوه الشركه لحد ما حد يحس ان هو واخد الفول potential بتاعه. نبتدي either بقى provide him another opportunity to discuss it، لان في الاخر it's a small medium enterprise. It's not like a big corporate style. وفضلنا بقى ماشيين كده لحد دلوقتي. احنا الحمد لله we close to 50 employees full time. and we expect ان شاء الله قبل نهايه السنه هنبقى 60 plus minus. برافو. طيب ممكن حد دلوقتي هو بيسمعنا يقول ان such exotic services يمكن السيرفيس دي ممكن ما تحتاجش قوي فكرة وجود payment facilities او payment patterns مختلفة، والناس هتتفاجئ انه لا it happens وانها موجودة. حتى واحنا بنتكلم عن services شوية متعلقة بليجر، يعني مش حاجة mandatory او مش حاجة crucial، مش حاجة الناس بتبقى محتاجاها بشكل يعني حيوي. فعايزة اعرف منك بقى وتوضحها اكتر، الناس انت تعرف توضحها احسن مني يعني. اوكي. فكرة وجود اشكال للدفع مختلفة especially في سيرفيس زي دي او في سيرفيسز زي اللي انت بتقدمها، فادت الاند يوزر ازاي وفادت ايجيليار ازاي؟ هو برضه هنبص لها من ناحيتين. الناحيه الاولانيه يعني كل ما بنسهل طريقه الدفع للكلاينت فده بيسهل علينا احنا كشركه، انه بيوفر وقت كبير قوي في الايجنج، بيوفر وقت في الكولكشن، بيعمل هيلثي كاش فلو، لان انت خلاص بقى عندك سبل اسهل في الكولكشن فروم الكلاينت. at the same time بقى ان احنا برضه لازم نريح الكلاينت. يعني احنا our packages are not cheap. يعني والسيرفيسز ار نوت شيب، مش بحكم ان احنا بنبيع حاجه غاليه، بس بحكم ان احنا بنبيع مالتيبل سيرفيسز ات ذا سيم تايم كلهم when you combine them بتيجي a big number. فكون ان احنا بدنا نوفر بقى، فكانت لازم ابتدي افكر ازاي نقدر نوفر فاسيلتيز. كان النورمز الاولانيه لا، كان خلاص بنعمل مع a couple of leading banks هنا في القاهره، وهم عندهم different حتى even installment plan over 6 months zero interest. وابتدينا نساين كونتراكتس معاهم بحيث نبقى الكلاينتس بتاعتنا اللي عندهم اكونتس في البنوك دي يبتدوا يبنفيت فروم سيرفيس لايك ذس. وديفنتلي مهما كان حجم الكلاينت از فار ان انت هتخليه يدفع على انستولمنتس وهتريحي له هيز اون كاش فلو، طبعا. هيبقى هو برضه هو كان مستريح. فده كانت وان ثينج. بعد كده بقى ابتدى يحصل الماركت يحصل فيه تشينجز. ابتدينا نشوف بقى كابل اوف كومبانيز جم عملوا ديستربشن في الماركت، من ضمنهم ديفنتلي كانت فاليو. فابتدينا بقى نتعاقد معاهم وابتدينا بقى نفتح a special line of credit للكاستمرز. يعني الكاستمرز اللي عندنا they have to be at a certain entry level عشان تقدر فعلا هم يعني يستفيدوا والكلاينت كمان يستفيد. وابتدينا من هنا خلاص نفتح الاكونت نبروفايد to the customers، وحتى سهلنا الكاستمر acquisition process. يعني actually when we have a customer that will use value they don't have value it doesn't have to go through the process, it's still going to be managed by Eaglear. يعني احنا we manage everything on behalf of the client. يعني لحد ما تبقى الامور بالنسبه له سلسه وسهله. بعد كده we get to the execution level بقى خلاص الفاينل سيجنتشر هو دي the only thing that we do مع الفاينانشال انستتيوشن. وابتدينا بقى انكوربريتد بقت تسهل لنا احنا امورنا، احنا خلاص احنا عارفين ان احنا شغالين مع بيج انتيتي فهيبقى عندنا الكاش فلو بتاعنا ستيبل. وات ذا سيم تايم سهلتها على الكلاينت ان هو خلاص الفلوس اللي كان محتاج يجيبها I don't know in a month or two بقت خلاص ممكن عنده الاوبورتيونيتي انه ممكن يعملها on 3 to 6 months، وساعات even it goes up to a year. فاكر اول كلاينت خالص؟ طبعا.
طب قولي بقى، كان مسافر فين، كان عايز ايه السيرفيس اللي كان عايزها؟ يعني اول client it took us around 3 months to يعني to get an interview with them. وقالوا لي ده واحد of the biggest tycoons في الريل estate and construction، هم عندهم شركه كبيره قوي في الكونستراكشن. ورحت فعلا للسي او، قال لي كان عندي 10 minutes window to present myself. فشرحت كل حاجه. قال لي يا محمد انا عندي شركه سياحه I own 40% منها as a side business but I never use them much. بس انا عاجبني اللي انت بتعمله وحاسس انه different، وعاجبني الشباب اللي فيك والانثوزيازم اللي عندك والانرجي، فاحنا هنجرب. ففعلا بقى جربنا. الكلاينت اتبسط، ابتدى يريفير هيز فاذر، كل الاخوات. بعد كده كابل اوف نيبرز ليهم في القطاميه ابتدوا يعرفونا عليهم، ابتدينا نروح نعمل لهم برضه هاندلنج. وابتدى بقى خلاص النتورك تكبر اون وورد اوف ماوث، يحصل منهم ريفيرلز، وانا اروح اقابل الكلاينت وابريزنت وابتدي اعمل كلاينت اكوزيشن. بعديها بقى بسنتين ابتدى يحصل حاجات زي كونسورتيومز، مجموعه رجال اعمال معينه مسافره، محمد وي ار جوينج تو لندن تو باريس. نظم لنا كل السفريه ان احنا ويل ميت هاي ليفل برضه ايكويفالنت بزنس مان زينا هناك، exploring joint ventures وازاي نقدر نجيب foreign direct investment لايجيبت. فعاوزين الواوينج، يعني how we're gonna wow these people على الارض عندهم. طب ده هيخليني اسالك سؤال تاني بقى كمان. كل الكلاينتس بتوع ايجيليار مصريين؟ vast majority بس majority vast مصريين. majority يعني ابتدى جالنا from since 2 years backwards لما ابتدى الساحل الشمالي يشتغل معانا. ابتدينا بقى يجي لنا a lot of approaches from countries GCC mainly الامارات برضو والسعوديه. ويعني we chose a small families، احنا برضو هنمانج full account ليهم globally من القاهره. وبنعمل لهم بس 95% from my client are Egyptians. طب قولي انت، مين بقى اللي بيمانج سفرياتك انت واللايف، مين بيقوم باللايف ستايل مانجمنت بتاعتك انت؟ my company برضو. برضه برضو طبعا يعني صعب يبقى باب النجار مخلع. هاي مينتنس بيرسون برضه؟ high maintenance person. It's all برضه about details. يعني in our job يعني ال small details they count. فاحنا we have to be attentive لكل ال minor details. اوكي. يعني literally الماينرز، يعني الحاجات الصغيره قوي. يعني when we go even to amenities اللي جوه الروم، التويليتريز اللي هم they are used to have وعاوزينها to place it inside the bathrooms in the hotels. يعني these small things if they are not there it makes difference for the whole of trip. course. يعني it can ruin the whole experience for me عشان هو حاجه احنا واخدينها في الكاستمر طبعا. briefing and we didn't meet. انت بقى السؤال بقى on a side note، انت قسطت حاجه قبل كده؟ انت اشتريت مع حاجه فاليو. بالتقسيط؟ اي حد بقى. اشتريت اكشلي ما اشتريتش حاجه بالتقسيط في حياتي غير مع فاليو. بيرفكت. اشتريت ايه بقى؟ انا مش عايز تقول يعني، ممكن يعني خلاص. هاي فاليو برودكت. يعني احنا كنا من تيست برضو، فكنت قبل ما نبتدي تيست قررنا ان احنا نجرب فينا. فاحنا احنا بنعمل بنجارانتي حاجه اسمها برودكت سورسنج، بارت اوف السيرفيس اللي بنقدمها في اللايف ستايل. very limited edition watches, very limited edition handbags, sports cars. فقررنا ان احنا نتست البرودكت ده هيبتدي فاليو او فاليو اوريدي عمل له انتروداكشن، وابتدينا ان احنا نشوفه. فقلنا له خلاص احنا جو ثرو الاكسبيرينس اللي هتمشي مع الكلاينت. I wanna put myself in my client shoes، اشوف ايه اللي ممكن يحصل في الاول والاكسبيرينس دي هتاخد قد ايه. يعني from the moment ان احنا عرفنا نعمل سورسنج للبرودكت لخلاص البيمنت وان احنا وصلنا البرودكت للكلاينت how long it will take. وبالفعل جربنا في برودكت البروسيس كلها from بقى ال day of enrollment للpayment from value. البروسيس was very smooth الحمد لله. يعني big value amount في أقل من 48 ساعة has been approved and less than 24 hours has been purchased from our end. The client was satisfied that he has a product in less than a week. فحاجة that usually people are in queue for few months to get it. محمد، انا سعيده جدا بجد بالانترفيو ده النهارده. سعيده انه السيرفيس دي موجوده بتقدم في مصر. هي اكسبيرينس موجوده بره كتير جدا، بس في مصر ان هي تتعامل بالطريقه دي وبالشكل ده، وفكره الديتيلز اللي انت كنت بتتكلم عليها دي مهمه جدا جدا جدا. صح. هو بصي هو حضرتك هو اتس انذر سيجمنت. وانا دايما بشجع الناس بقول لهم حتى لما بدي ليكتشرز او سيشنز في اي من الجامعات او مع انتربرينور شيب هابز، بقول لهم الروم هنا فور جروث از بيج، لان الماركت فيه حاجات كتير بس جاست تشينجينج المايند سيت. ان انت تبتدي تبص للاوبورتيونيتيز فروم ا ديفرنت برسبكتيف، هتلاقي الحاجات زي كده كتير قوي. يعني طبعا. الناس كلها اول ما ابتديت واز دريفن. لو انت سياحه دينيه، ده اول شق، ان هو خلاص ديماند اعلى قوي من السبلاي، فمفيش حد بيخسر فيها.
secondly الناحيه الثانيه mass tourism incoming، بيع رحلات كبيره، تور اوبريتورز، اول انكلوسيف، بلا بلا بلا. وما حدش بقى بيبص على حته ان انا لا ده انا مش عاوز ابيع سياحه، انا عاوز ابيع اكسبيرينس. انا مش هبيع باكج، انا هبيع a whole pool of services in a different way. Everything is very much customized, everything is going too much into details مع الكلاينت. هو الفاين تيونينج بتاع كل حاجه. ومن هنا ابتدينا بقى خلاص يعني الحمد لله نوجد مكانه في الماركت، ووجدنا كريديبيليتي قدرنا نحققها في الماركت. عملنا تراست ما بيننا وبين الكلاينت، لان احنا برضه we're dealing with a very sophisticated client و big clients. فالتراست السيرفيسز بتاعتهم ان ما حدش يعرف احنا we have been 13 years in the market، بس unless ان هم they recommended Egelier to each other no one client يعرف اي حاجه عن الكلاينت تاني. ولما طبعا بيعرفوا حاجه بالصدفه من بعض. طبعا. لكن فهم حبوا برضو ان شكل الشركه دي يعني we never capitalize على حاجه من الحاجات دي خالص. فالامور الحمد لله يعني ابتدت ايه، يعني as far ان انت بتريحي this level of client هو خلاص بقى انت بتكبر. وبعدين احنا طبعا دايما برضو نبص خلاص بقى زي وبيتعود وبالعكس زي نبقى بيرتاح طبعا. sustainable ازاي برضو هنبتدي نimplement ال environmental social governance عندنا. نبتدي involve a client in this process معانا through himself or through his family or through his companies. فبنبتدي نفكر بطريقه مختلفه برضو معاهم. طبعا اكيد. great job، وانا Thank you. مبسوطه جدا ان قابلتك النهارده. لا ده انا شرفت بيكي. وانا متخيله ان بقى احنا بنتكلم في plans كمان upcoming plans كبيره لإيجيلير اكيد. احنا ان شاء الله يعني straight after summer هنفتح برضو one of our newest product، هنعمل our private member club for our customers. it's a new thing that we're providing to our customers. فعملنا لهم يعني هيبقى annual membership annual مثلا؟ membership. So literally as well احنا started from a year ago ان احنا نشفت كل ال clients to be members. وابتدت الممبرز يبقى ليهم الاثنين، ليهم ان هم they have the right to demand السيرفيس بتاعت الكونسيرج واللايف ستايل مانجمنت mainly. packages اكيد بقى. packages we have 3 different packages. وابتدينا بعد كده ان احنا كمان we go step further عن الناس اللي موجوده في الريجنال. I will go for the top companies for lifestyle management and concierge and high end travel في الريجن. وقلنا طب احنا بقى نعمل another step and we started introducing a concept between بقى hospitality management وtravel service واللايف ستايل مانجمنت وكونسيرج. وقلنا هنعمل a private member club that offers كل حاجه. if you wanna have a meeting, if you wanna have a drink, you wanna have a nice afternoon tea، حابه تعملي to go on a night life gathering. فخدنا very nice location in Egypt very prime. وعملنا very nice concept مع top designers وابتدينا الامبلمنتيشن بتاعته، وان شاء الله نعمله launching straight after summer. محمد مبسوطه جدا انت كنت معانا النهارده، وسعيده قوي بالانترفيو ده، وسعيده بالاكسبيرينس والكونسبت اللي انت بتقدمه throughout إيجيلير. فكره مختلفه واكسبيرينس حقيقي تحترم، لانه يمكن في وزي ما بنتكلم انه في ترافل ايجنسيز كتيره قوي موجوده، بس الاكسبيرينس دي مش موجوده. ممكن تكون موجوده بره بس مش موجوده هنا، وحتى لو موجوده هنا مش موجوده بنفس الكواليتي اللي انت بتعملها. ف great job، وانا متاكده ان احنا هنتقابل تاني وهتبقى إيجيلير كمان مكان اكبر واحسن بكتير كمان. ان شاء الله. Thank you very much. Thank you. شكرا.